من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة مفصلة للأنباء المحلية والعالمية، ونبدأها بالعناوين. ورشة عمل حول حملة التنمية الخضراء. ورشة عمل لتحسين مشكلة المواصلات البرية. تشييد عنابر انتظار الحوامل في عيادة دواروة. المحكمة العليا في بريطانيا تقضي بأن رئيس الوزراء انتهك القانون بتعليق عمل البرلمان. الرئيس الصيني ينبغي حل الخلافات في الخليج سلميا عن طريق الحوار. القوى الأوروبية تدعم واشنطن في تحميل إيران مسؤولية هجوم السعودية. مرحبا بكم. تنظم في أسمرة ورشة عمل حول التنمية الوطنية للحملة الخضراء بتعاون وزارة الأراضي والمياه والبيئة ومكتب الاتحاد الأوروبي في إريتريا. ويشارك في الورشة المستمرة من 23 وحتى 26 سبتمبر، وتشمل دورة تأهيلية لأعضاء من مختلف الوزارات والاتحادات الوطنية ومهنيين من إثيوبيا. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي غبرسلاسي في افتتاح الورشة أن الهدف هو التعرف على الأوضاع الراهنة للبيئة في العالم والتغيير المناخي، واكتساب المعلومات وتبادلها وبحث الحلول المشتركة لمصاعبنا، ووضع البرامج بشأن البيئة مع جميع المؤسسات القطاع العام والخاص. وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في إريتريا السيد غابور إيكوردي أن البيئة أصبحت قضية كبيرة منذ فترة طويلة في الاتحاد الأوروبي، وأن تعاون كافة الجهات في الحملة الخضراء ضروري للحفاظ على موارد العالم وتنميتها وتطويرها. ويقدم الدورة التأهيلية 3 خبراء من أوروبا حول أهمية حماية البيئة للتنمية المستدامة. يشارك في الورشة أعضاء من وزارات الأراضي والمياه والبيئة والتعليم والتجارة والصناعة والثروة البحرية والزراعة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة وجهات أخرى. عقدت في مدينة بارونتو ورشة عمل لتحسين خدمات النقل البري وأنشطة المراقبة وتوسيع الطرق. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد فرانكو كوبابا أن خدمات المواصلات من المتطلبات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، داعيا لتعزيز دور الشركاء في أنشطة تحسين هذا القطاع. وناشد السيارات العاملة في الإقليم التقيد بلوائح وتعليمات القسم النقل البري وتقديم خدمات جيدة. من جانبه قدم مسؤول قسم سلطة النقل البري في إقليم القاشبرك السيد دباساي تخلا آب توضيحا بشأن اللوائح والعمل، مشيرا إلى أن الانتهاكات الموسعة للقانون في الإقليم المتمثلة في زيادة التعرفة وزيادة الركاب فوق المسموح به وعدم تقديم تذاكر للركاب والعمل في الأنشطة غير المسموح بها. ولتصحيح ذلك دعا كافة المؤسسات الحكومية في الإقليم تعزيز التعاون لتدعيم العمل الذي انطلق بأعضاء الرقابة في الخطوط. وقال أن خراب الطرق في معظم الإقليم يعيق نشر المواصلات، وحتى إيجاد الحل الدائم على الإدارات توظيف القدرات البشرية لصيانتها. ودعت الورشة لتحسين عمل الرقابة والتعريف بقوانين وتعليمات النقل البري والاهتمام الخاص بالريف النائي وزيادة حافلات شركة حارات العاملة في الإقليم. وأوضح حاكم إقليم القاشبركة السيد أبرها قرزان جهود ستبذل لحل المصاعب المواصلات على مراحل. بحث حاكم إقليم عنسبة للقاء سكان مديرية على برد برامج التنمية الزراعية والمعمارية، وحث المواطنين لإرسال أبنائهم إلى التعليم مع بدء العام الدراسي وتجميع القرى المتناثرة للاستفادة من الخدمات الاجتماعية. وطالب السكان للحصول على الدعم الآلي لصيانة طريق باولو إيرا الذي خرج عن قدراتهم لإنجرافه بالسيول، والإسراع لبناء المنازل في بلدة إيدن والدفع بتجميع القرى من خلال الدراسات وإجراء الرقابة على تعرفة المواصلات وحل إشكاليات مياه الشرب في أدربا. دشن في 21 من سبتمبر الجاري عنابر انتظار الحوامل في عيادة دواروة شهد بالتعاون بين المواطنين وإدارة المديرية وشركائها. وذكر مسؤول العيادة الممرض قبر هيوت الرفايني في مراسم التدشين بأن الحوامل في كافة مناطق المديرية كانت ولا زالت تتردد إلى العيادة وتضع حملها فيها. ومع تشييد هذا العنبر تنتهي المشكلة التي كانت تواجه الحوامل أثناء ترددهن إلى العيادة.
من جهته قال مدير المديرية السيد فروانجل تخلاهيمانوت أن المديرية فيها عيادة واحدة و6 مراكز صحية ومستوصف واحد، وأن العنبر الذي شيد بتكلفة بلغت أكثر من 400 ألف نقفة يشتمل على 8 ثرائر ومطبخ وغيره من المستلزمات ويخلق ارتياحا للحوامل. من جهته قال مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور مانييل محرتاب أن عنابر لانتظار الحوامل لها أهمية كبيرة، داعيا مدراء الضواحي للقيام بحملات مكثفة نظرا لأهميتها القصوى بالنسبة للحوامل. وأوضح المدير العام لقسم الصحة العامة دكتور عند برهان تسفاتين وجود أكثر من 50 عنبر لانتظار الحوامل في مختلف مناطق البلاد، وأن النسبة 30% من الحوامل اللائي تضاع حملهن في مستشفيات تنتظر في تلك العنابر. أوضح الإقليم الجنوبي في اجتماع تقييم مشاركته في المهرجان الوطني لهذا العام أن المحتوى الذي قدمه بالارتكاز على الدراسات والابتكارات الفنية خلق دافعا لتفعيل تراث المجتمع. وأوضح تقرير اللجان في الاجتماع الذي عقد يوم 20 من سبتمبر بمدينة مندفرة القيام بعمليات البحث والاستكشاف للتراث والأدوات والمعدات التراثية التي خيم عليها خطر الانقراض وتقديمها في المهرجان. وأشار إلى التقييم إلى أن تقديم الرقصات الفلكلورية والموسيقى التراثية لمناطق الإقليم في بوتقة واحدة جعل المحتوى أكثر تميزا، داعيا لاتخاذ مبادرات مستقبلية لحل نقص خبراء الرقص والموسيقى. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد أبراهام يوهانس في الكلمة التي ألقاها أن عروض الإقليم الجنوبي في المهرجان كانت منافسة وجذابة، ويجري العمل لتقديم منتجات الإقليم التراثية المقدمة في الإكسبو في المناسبات الأخرى ونشرها في أقراص الفيديو. وذكر تمهيد الأرضية لتنمية أعداد الموسيقيين بإقامة الفرق الفنية في المديريات، وستبذل الجهود لتقوية المنتجات التراثية بالدراسات المستمرة. من جانبها أوضح السكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمة نوغوسي أن التراث له دور كبير من الحفاظ على الهوية الوطنية، داعية العاملين في هذا المجال تعزيز دورهم للحفاظ المجتمع على تراثه وقيمه ونقلها للأجيال. وقد فاز الإقليم الجنوبي في المهرجان الوطني لعام 2019 بالمركز الأول بالأدوات الموسيقية والتراث وقاعة العرض، وبالمركز الثالث بالرقصات الفلكلورية والموسيقى والقراءة النموذجية. ذكر المستفيدون من خدمات برنامج الادخار والقروض المسقرة في مديريات حقات ومنصورة وكركبات بأن البرنامج ظل يساهم في تحسين حياتهم المعيشية، وعبر عن ارتياحهم لإتاحة الفرصة إلا أنهم مستاءون من ارتفاع نسبة 16% من الفوائد، مطالبين بإعادة النظر لتلك النسبة. وأوضح مسؤول البرنامج في مديرية حقات السيدة أمينة أرايا أن الهدف من المؤسسة هو فتح فرص القروض المسقرة للمواطنين الذين لم تتاح لهم الخدمات المالية عن قرب من أجل تحسين حياتهم المعيشية، مشيرا لأنها تقدم في قروض مسقرة من 6000 إلى 20,000 نقفة للناشطين على مستوى جماعي في مجالات الزراعة المطرية والتجارة المسقرة والتنمية المروية وغيرها من النشاطات، فيما تقدم حتى 15,000 نقفة للناشطين على المستوى الفردي. وذكر السيدة أمينة بأن مديريتي منصورة وكركبة تنضويان تحت مكتبهم، وقد يوجد في مديريات حقات 2056 مستفيدا من الخدمات و19 بنكا أهليا، فيما يوجد في مديرية منصورة 587 مستفيدا و14 بنكا أهليا و889 مستفيدا و11 بنكا أهليا في مديرية كركبات، فيما مجموعه الكامل 3532 مستفيدا و44 بنكا أهليا. وأفاد السيدة أمينة بأن 6 أشهر الماضية شهدت تغريد 1,180,000 نقفة ل 210 مستفيدا، وقد أعيدت حتى الآن وإضافة إلى القروض السابقة 3,540,000 نقفة، ولا زالت 10,566,000 نقفة في أيدي المستفيدين. وفي التوضيح الذي قدمه السيدة أمينة فيما يتعلق باستياء الزبائن من ارتفاع نسبة 16% من الفوائد، أوضح عن استفادة دينه قد تصل النسبة في حين يستفيد داعين الزبائن لإعادة ديونهم في أوانهم. هذا وقد بدأ برنامج الادخار والقروض المسقرة نشاطه في مديرية حقات في العام 1996 و2003 في منصورة
وفي كركبة 2013. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود وإياكم والأنباء على الصعيد العالمي. قضت محكمة المملكة المتحدة العليا اليوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه كان يجب عدم تعطيل عملية الهيئات التشريعية. وقالت بريندا هيل رئيسة المحكمة العليا: قرار نصح جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانونيا، لأنه له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعهم من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول. وصدر الحكم بإجماع القضاة الرؤساء المحكمة العليا وعددهم 11 قاضيا. وقالت هيل: البرلمان ليس مقيدا، هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11. وأضافت: على البرلمان وخصوصا رئيسه وكذا رئيس مجلس اللوردات أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك. وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة ما بين 10 من سبتمبر و14 من أكتوبر، وصادقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه دستور البلاد. قال الرئيس شي جين بينغ لرئيس الوزراء العراقي في بكين يوم أمس الاثنين أن الخلافات في منطقة الخليج ينبغي أن تحل سلميا عن طريق الحوار، ويتعين على كل الأطراف التحلي بالهدوء وضبط النفس. وذكر التلفزيون الصيني أن شي أكد مجددا لدى لقائه برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعوة الصين السابقة للهدوء. ونقل التلفزيون عن شي قوله دون أن يتطرق بشكل مباشر للهجوم على منشآتين نفطيتين في السعودية الأسبوع الماضي. في الوقت الراهن الوضع معقد وحساس في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأضاف أن الصين مستعدة للتواصل مع جميع الأطراف بما في ذلك العراق فيما يتعلق بهذا الأمر. وتربط الصين علاقات اقتصادية وفي مجال الطاقة مع كل من السعودية وإيران، وتحاول منذ فترة طويلة أن توازن بحرص علاقاتها مع الطرفين. وتحدث شي مع العاهل السعودي الملك سلمان وأدان هجوم يوم 14 من سبتمبر، وطالب بتحقيق موضوعي ونزيه، وطالب من جميع الأطراف تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الموقف. وألقت السعودية والولايات المتحدة باللوم في الهجوم على إيران، لكن طهران تنفي ضلوعها فيه. أيدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وألقت باللوم على إيران في الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 من سبتمبر، وطالبت طهران بالموافقة على محادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي والصاروخي وقضايا الأمن الإقليمي. وأصدرت الدول الثلاث بيان مشترك عقب اجتماع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس الاثنين. لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استبعد أمس إمكانية التفاوض على اتفاق جديد مع القوى العالمية، قائلا أن الشركاء الأوروبيين فشلوا في الإيفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وجاء في البيان المشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا: حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويلة الأمد على برنامجها النووي، وكذا على القضايا الأمنية الإقليمية والتي تشمل برامجها الصاروخية. وذكر البيان المشترك: من الواضح لنا أن إيران تتحمل المسؤولية في هذا الهجوم، لا يوجد أي تفسير معقول آخر. نحن نؤيد التحقيقات الجارية لتأكيد مزيد من التفاصيل. ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشكر للبلدان الأوروبية على بيانها الذي وجه اللوم لإيران قائلا: هذا سيعزز الدبلوماسية وقضية السلام. ذكرت وكالات أنباء روسية أن موسكو استدعت اليوم الثلاثاء دبلوماسيا أمريكيا للاحتجاج على ما وصفته برفض واشنطن غير المقبول إصدار تأشيرات لأعضاء وفد روسي كان من المقرر سفره للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووصفت روسيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء مشكلة التأشيرات بأنها انتهاك لالتزامات واشنطن الدولية، وقالت أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيبحث الأمر مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك. قال مسؤولون أن زلزالا شدته 5.8 درجة وقع في شمال باكستان اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص منهم 3 أطفال وإصابة أكثر من 100 شخص. وقال محمد طيب المسؤول الحكومي في منطقة ميرابور أن 8 أشخاص لقوا حتفهم، في حين قال قائد شرطة المنطقة أن أكثر من 100 أصيبوا بجروح. وكانت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية ذكرت أن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمال جيلوم في الثلاثاء باكستان، وتقع جيلوم في الشمال شرق باكستان على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرق إسلام آباد. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، إلى اللقاء.